ودي كفتة خلاص كده بعد ما استوت، ما شاء الله عليها اهي، وغرفنا هنا في الطبق. وتعالوا ندوق ونشوفها استوت حلو، والطعم شكله ايه، والطعم ايه قصدي ايه. طعم جميل، حلوة 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 بجد يعني. نشوف الكفتة مع بعض اهي، مستوية، طعمها حلو، بألف هنا. رجاء مني اللي يشوف قناتي يا ريت يدعمني عشان القناة تكبر بيكم، اخواتي حبايبي كلكم على راسي. يا ريت تدعموني عشان خاطر القناة تكبر بيكم. وما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره يشوف قناتي يا ريت يشترك عشان يعني كل يوصل منه كل جديد. ونشوف بعض بخير ان شاء الله في فيديوهات كتير جايه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اقول لكم على طريقه حلوه نعمل بيها الكفته وما بتاخدش وقت. كفته الرز طبعا، مش اي كفته. انا جبت معايا ماده دهنيه، الحله اللي انتوا شايفينها كده. طبعا انا بدات سريعا معلش، انا اسفه، بس بجد يعني هي قله الوقت عندي هي اللي خلتني اعمل كده. ده توم زي ما انتوا شايفين كده، انا مش هضيف عليها بصل، هعملها بتوم فقط بدون بصل خالص. طبعا الكفته احنا عاملينها، هي طبعا عندي من العيد وكنت مفرزاها اهي، حتى بالتلج عليها اهي. وضربت حوالي نص كيلو طماطم خلاط، وطبعا التوابل واي ماده دهنيه موجوده عندك ضيفيها، وليكن سمنه وزيت، سمنه على زيت على حسب انت عايزاه، او ما ترغبي ممكن تحطي الزبده هتدي طعم كويس معاكي. ممكن تضيفي حته دهن صغيره كده حيواني زي كده، مش عايزه تضيفيها براحتك تمام. فشيء يرجع لك انت انك تضيفي الماده الدهنيه بتاعتك من اي نوع. ممكن ما تعمليش بسمنه ولا زبده ولا دهن خالص. شويه زيت ذره، وهنقلب كده. انا موطيه النار، سوري معلش. نعدل الحله بتاعتنا بس كده عليها اهي. الثوم يدوب هيصفر معايا، مش عايزه يحروق مني او يحمر قوي. طبعا ده هو لسه كده، وهنيجي ضايفه عليه طماطم واسيبها تغلي. بعد ما تغلي هنضيف الكفته وهي مجمده زي ما هي كده، وطبعا لازم تنضف مجمده، يعني لو سبتها تفك وحطيتها في السخن ممكن تفك، فلو حطيتيها وهي لسه مجمده مش هتفك معاكي وهتبقى كويسه كأنك لسه عاملاها حالا. ثوم مصفر معايا اهو، وهضيف عليه طماطم اللي انا عفوا معلش، كان المفروض ابعد الكاميرا شويه، بس انا حبيت اضيفها معاكم مباشره كده اهي.
انا ما ضفتش الكميه اللي معايا كلها، حاسه انها كتير، فانا ممكن احتفظ بالشويه اللي باقيين. هقول لكم على فكره تانية برضو، ممكن لو حضرتك حابه تضيفي بصل او مش هتقدري تستغني عن وجود البصل فيها، ممكن تضربي البصله مع الطماطم في الخلاط، ما يجراش حاجه. وهنصبر شويه لحد الطماطم ما تغلي. ودي الطماطم سبكت معانا اهي. هنبتدي نضيف الكفته بالشكل ده. شايفين الكفته نازله مجمده ازاي بتلجها اهي. على فكره ممكن تضيفي لها طماطم لو انت حابه، مش حابه عادي مفيش مشكله. بطاطس قصدي. هنضيف التوابل، نضيف لها بطاطسية في الاخر مع اخر غلوة. التوابل طبعا مش كتير لان كتر التوابل مش تمام، مش كويس. بالشكل ده. الملح ما بضيفوش دلوقتي، لان لو انا ضفت الملح معاها دلوقتي هتاخد وقت معايا على النار، لان الكفتة دي معمولة بلحمة، اللحمة بتاخد وقت كتير في السوا. احنا ممكن نضيف حوالي ربع معلقة عسل نحلة أو نص معلقة صغيرة. حاجة بسيطة. ده برطمان العسل اهو. هضيف بس قيمة نص معلقة، كفاية كده عشان ما تبقاش مسكرة معايا. ممكن تستبدليه لو انت ما عندكيش العسل، ممكن تستبدليه بنص معلقة سكر. نقلبهم. هنسيبها تاخد وتدي كده مع بعضيها شوية، وبعدين نزودها مية. ودي الكفتة سبتها طبعا تغلي مع بعضها كده لحد ما شربت من التخديعة اهي، او من التسبيكة بتاعتنا. هنبتدي نزودها مية، مش بالضرورة بقى مية ساقعة مية سخنة، زي ما انت حابة او زي ما انت رغبة تزودي، مش بيجرى لها اي حاجة اهي. ممكن نزودها مية كفايتها ونسيبها تغلي ونوطي عليها شوية ونسيبها تطيب براحتها، لان النار الواطية بتطيب احلى من النار العالية. وعند اخر تسوية، اخر قصدي غلوة، قبل ما ندفع عليها نعمل لها بطاطساية ونحطها عليها. يلا بقى نضيف البطاطس اللي قلنا عليها بعد الكفتة ما بتقرب تستوي. هنضيف عليها البطاطس، حوالي بطاطسيتين كده او على حسب مقدار البطاطس اللي انت عايزه تعمليها اهي. وهنبتدي بعد كده نضيف الملح. طبعا انا ما ضفتلهاش ملح في البدايه عشان ما تاخدش وقت في السوا. هسيبها تغلي غلوه، او عادي ممكن اضيف معاها الملح دلوقتي مع البطاطس. هنضيف حوالي قيمة معلقة ملح كده، مش اكتر.
عشان الكمية معايا كبيرة شوية. نقلبه كويس كده. صراحة البطاطس مع الكفتة بتبقى طعمها جميل تحفة. يعني ممكن تسيبي الكفتة وتاكلي البطاطس، ونسيبها لحد ما تستوي وتكمل سواها. ودي كفتة خلاص كده بعد ما استوت، ما شاء الله عليها اهي. وغرفنا هنا في الطبق، وتعالوا ندوق ونشوفها استوت حلو والطعم شكله ايه، والطعم ايه قصدي ايه. طعم جميل، حلوة 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 بجد يعني. نشوف الكفتة مع بعض اهي. مستوية، طعمها حلو، بألف هنا. رجاء مني اللي يشوف قناتي ياريت يدعمني عشان القناة تكبر بيكم، اخواتي وحبايبي كلكم على راسي. ياريت تدعموني عشان خاطر القناة تكبر بيكم. وما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره يشوف قناتي ياريت يشترك عشان يعني كل يوصل منه كل جديد. ونشوف بعض بخير ان شاء الله في فيديوهات كتير جايه. السلام عليكم.